مباراة كرة قدم تتحول لأزمة سياسية حقيقية. هدف واحد بدل التاريخ و90 دقيقة عمرهم ما يتنساو. شنو اللي صار في درمان وشنو اللي يخلي المباراة هذه تكون واحدة من أخطر المباريات في تاريخ أفريقيا؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا اليوم. وين في طرح رامي ايجا باباي ايجا نحكيك على درمان. تعتبر تصفيات كأس العالم 2010 في افريقيا واحدة من اخطر واشهر واسخر التصفيات اللي صاروا في تاريخ القارة. نحكي لكم لهنا تحديدا على المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة اللي كان فيها المنتخب المصري، عندك المنتخب الجزائري، عندك المنتخب الرواندي، وعندك المنتخب الزامبي. لا ليك لما حلوة في الملموم. اي بابا نشوفوا شكون باش يترشح. يا سيدي يمشي فك المجموعات، ماتش لنا ماتش غادي. جا الماتش الاول ما بين مصر والجزائر. تلعب وين؟ تلعب في البليد. مصلي على النبي صار فيه واحد بلاش للجزائر. روحنا كل فرحانين مرحبا اوكي تفضل عيشك ربي يفضلك ميرسي بونتو اوكي تشاو با. ولكن فما نقطة مهمة لهنا لازمك تعرفها يا عزيزي المشاهد، انه المباراة هذيك بالذات بكثر ما هي الامور سخونة شوية. الحق متاع ربي زوز مرشحين، ما قلت لك 5000 امني وشرطي جزائري امنوا المباراة هذه باهين 5000 وكذا لضمان امان الجماهير. يعني عادي باهي سيدي امشي يا زمان ويجا يا زمان ونوصلوا لاخر مباراة في المجموعة هذه، المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2010 ما بين شكون ما بين الجزائر ومصر. الله علم الله. الماتش هذايا كيما قلنا الماتش الاول الذهاب تلعب في البليده، دوك على الماتش الثاني وين باش تلعب في القاهره. لهنا الماتش الاخر لازم له اكثر تامين، ومصر تقريبا جابت 20,000 من امني وشرطي وكذا باش يامنوا المباراه هذيا. ولكن باش نكونوا واضحين الامور في وقتها ديجا سخونه ما بين الجزيريه والبصاره. يا سيدك قال لك من الدقيقه الاولى الكارت الجزيريه مشات واعطيني بالحجر، وقال لك فما ملاعب جزيري تضرب وصار فينا اللي ما يصيرش. ما نسيت شيء، ما نسيتش حاجه اخرى. لا عندك الحق، عندك 6 من الجمهور الجزائري ضربوا زاد. لا خفيفه. ولهنا بيان سور نخرجوا من العرك متاع استاد واللي صار في محيط الملعب ونتعداو لعرك الاعلام. ويا بابا على الاعلام. سيدي عندك الاعلام المصري من غادي يقول لك لا ما صار شيء يا ودي، لا حجره لا كار لا واحد يا ولدي. قال لك الجزيريه هما كسروا الكار وهما ضربوا الملاعب نتاعهم وهما ضربوا 6 متاع الجمهور. احنا خاطينا يتبلاو علينا. والصحافه الجزائريه من غاديش تقول لك يا ودي انا تبليت عليك يا ودي عندي موته. شنو موتة. قال لك ماتولي شكون، والصحافة تكتب والأمور يا ولدي المقالات وصار فينا اللي ما يصيرش. يا جماعة نصليوا على النبي يا شباب شنو تو. ومن النقطة هذه بالذات خرجنا من عركة متاع كورة ودخلنا في أزمة إقليمية بمعناها الصحيح والحقيقي. والشعبين المصري والجزائري الأمور خرجت من بين يديهم ولاو متحمسين أكثر من اللي يلزم، ولات قضية كرامة. يا ولدي لا يا ولدي ماتش كورة صلي على النبي عادو البلاد. الحاسيل الماتش الاخر هذايا ربحته مصر، ولهنا نلقاو روحنا في مجموعه كما قلنا فيها زامبيا ورواندا انساهم، ولكن عندك مصر والجزائر الزوز في المرتبه الاولى، نفس النقاط نفس الاهداف نفس الاوراق الصفر. لا حكمة ربي شوف صدفت يا الله. ولهنا القرار التاريخي، الفيفا تقرر انه لازم يتعمل مباراة فاصلة ما بين الزوز منتخبات في ارض محايدة، واللي يربحها هو اللي يترشح لكأس العالم جنوب افريقيا 2010. الفيفا تبعث للزوز منتخبات وتقول لهم سيدي بكل ديمقراطية اقترحوا عليا البلاد اللي تحبوا تلعبوا فيها. الجزائر قالت نلعب في تونس، هي تونس بحذنا وكذا واحد، والمنتخب المصري قال لك لا نحب نلعب في السودان. سيدي خمم من غادي اجتماعات كذا واحد تقرر انه نلعبوا في السودان. وين في السودان؟ في درمان. ولهنا السودان تلقى روحها لازمها تنظم تريح في الدافي في الحلو. قنبله موقوته. قال لك السودان تعيط ايش مدخلني انا يا ودي، ايش مدخلني انا يا ودي، جبت نقطه في التصفيات وما ترشحتش، ايش مدخلني. لهنا مصر بخلاف الجماهير المصريه اللي مشيت للسودان بعثت فنانين مؤثرين غاديكا باش يعاونوا ويأزروا المنتخب المصري. الجزائر تسكت، قالت لك لا ابدا، تبعت لك 48 طياره كلهم جزيريه باش يتفرجوا في الماتش.
جو حكومه سودانيه قالت لك حاضر روح شنو باش نسيب الماء على البطيخ هكاك ايش نقول لك شنو نعمل نجيب 15000 امني وشرطي سوداني يامنونا الماتش هذايا سيدي برا بدا الماتش والامور سخونه ما بين الزوز منتخبات والجماهير منا ومن الغادي تعيط وربي يقدر الخير حتى اللي جات الدقيقه 40 وين مارك عنتر يحيى الهدف الاول للمنتخب الجزائري وهو الهدف الوحيد في المباراه والاغلى في تاريخ الكره الجزائريه الهدف اللي رجع الجزائر الكاس العالم تقول لي بعد قداش نقول لك بعد 24 سنه يا بابا 24 سنه من الغياب عنتر يحيى هو اللي رجع الجزائر لكاس العالم ولكن انت تتصور اللي المشكله باش تقف لهنا في الوحده بلاش وفي الماتش لا مازلنا بعد الماتش بدات المناوشات ما بين الزوج جماهير والكيران نتاع الجماهير المصريه تعرضت للضرب بشويه حجر وكذا منا ومن غادي واحد والمصارى قال لك يا ولدي عملوا فينا والجزائريه قال لك يا ولدي ذاك هو رد على اللي عملته لنا في مصر حاسين وتكبير نفوس يا ولدي صلوا على النبي راكم خوات عندك الاعلام المصري من غاديك قال لك هذا اللي صار لنا ظلم ومظلمه واعتدوا علينا ولازمنا ناخذ حقنا بيدينا يا ولدي شنو المنطق اللي تحكي فيه راك في تلفزه يا ولدي راك مسؤوليه احترم روحك والاعلام الجزائري من غاديك قال لك يا ولدي اللي صار فينا اعتداء على سياده الجزائر يا ودي شبيك يا ودي ما تشكورش من اعتداء يا ودي هذا كلام تو ومع العلم ونقطه مهمه برشا انه من درمان الزوج جماهير المصريه والجماهير الجزائريه الزوز راحوا لبلادهم ولكن الاعلام من كلتا الطرفين قعدوا الزوز يتعاركوا يا ولدي صلوا على النبي يا ولدي سيبا يا ولدي الجزائر قريب تلعب الماتش لو في كوب دي موند والاعلام كلاو بعضهم يجي من غادي بساطه ولساطه ومن بعد بمديده ومن بعد بسنين الحكايه ذي تنسات وبردت الامور والحمد لله الشعبين قعدوا اخوات ما تعرف الجزائر ومصر وكلنا عرب يا ولدي تجمعنا تي رقعه جغرافيه قد هكا ترقيعه هي قالوا رقعه وماتش درمان هذايا يعلمنا انه كره القدم كيما تنجم تفرح ملايين من العباد كيما تنجم تكون فتنه ولكن اللعبه هذيا اللي هي افيون الشعوب ما تنجم تكون فتنه كان يخرجوها من اطارها الرياضي والحمد لله يعني كله يقعد كلام يا ولدي ما يندم كان اللي شعل الفتنه راهو من الاخر وهذا ينطبق زاده على اللي صاير توا ما بين الشعب المصري والشعب الجزائري والشعب المغربي في اخر مشاركه وهارد لاك بيغسيول للمنتخب المغربي اللي خسر في سيناريو هيتشكوكي وهذا اللي ان شاء الله نعمل لكم حلقه على سيناريوهات مشابهه الى هزيمه هذيا المغرب وكذا كونتر السنغال ملا ابراهيم دياس ملا بانينكا خفه كما قلنا لكم الحلقات مازالوا موجودين انتم حاجه بركه ما تنسوهاش السبسكرايب جاي مع الفيديو اعمل شير ما فيها باس الثلاثه يتعاملوا مع بعضهم السبسكرايب يا ولدي هنيني عاد شنو عاد نقعد كل مره نوري فيك في الفلسه ظاهره تحت الفيديو تلقاها شنو سبسكرايب يرحم والديك احنا ان شاء الله نتقابلوا في الحلقه الجايه من طور حرامية باي تشاو